كل جلسة استراحة تسمع ذاك الشخص اللي يقول يا أخي أبغى أفتح حلاق، 10,000 ريال نهاية الشهر بدون ما أسوي شيء مع راتبي. والله حلوة. طيب تعال أعلمك زبدة محلات الحلاقة إذا أنت ناوي تدخل المجال. تكاليف تأسيسية وتكاليف تشغيلية. أما التأسيسية فهي إيجار المحل من 30 إلى 50 ألف، الديكورات والتجهيزات من 50 إلى 80 ألف، معدات الحلاقة والكراسي والأجهزة من 20 إلى 35 ألف، التراخيص والشهادات 5000 ريال سعودي. أما تكاليفك التشغيلية فهي رواتب الحلاقين من 3000 إلى 5000، مستلزمات الحلاقة من الكريمات الشفرات الجل وغيرها 3000 إلى 5000 ريال شهري، وقل كهرباء وموية 2000 ريال. حسبتك كاملة 150 ألف ريال سعودي راح تسوي أطلق حلاق. طيب تعال بعطيك كم نصيحة اللي بتخليك بإذن الله تشغل وانت مرتاح وتجيب هال10,000 اللي تبيها نهاية كل شهر. طبعا باعتبار ان العمال اللي انت جايبهم كويسين وما يقصون قصات غريبة لعملائك. يا اخي خلي العالم يحجزون ويجون على موعدهم. مو طبيعي البزنس الوحيد اللي ما تطور من 1970 تروح العصر عشان تحلق فجأة 50 واحد قدامك وما تطلع الا العشاء، وما يغبنك صدق الا اللي يعرف رقم جوال الحلاق ومجمرك بفطيرة لوزين. يا اخي مو طبيعي يجي دوري اقوم بحلق فجأة يدخل واحد والحلاق يقول معليش هذا حاجز. لا يا حبيبي زعل، كيف حاجز؟ والصدق قد صارت لي وفعلا قمت وطلعت من الحلاق وخسرني. تبي تسوي حجز حطه في جوجل ماب وخلي العملاء يدخلون ويحجزون ويختارون الخدمة اللي يبونها والوقت المناسب لهم ويجون على موعدهم ويحلقون، وتكون في شاشة واضحة للعملاء اسماء العملاء واوقات حجزهم. وبرضو تفاصيل صغيرة مثل موية او شوكلت ترى يصنع فرق لعميلك. مع بطاقات ولا تكون موجودة جنب الكاشير، يجي العميل يصورها وتنحفظ في جواله ويكون فيها لوجو محلك واسمه، وباختصار الزبون كل ما حلق 5 حلقات السادسة مجانا، كذا انت حافظت عليه وتضمن انه يجيك كل اسبوع وما يروح لغيرك. وبعدين ما افهم كيف مؤسسة قائمة وفيها مبيعات وما عندك نظام كاشير تحط فيها مبيعاتك، الكاش الشبكة وترتب فيها كل امورك وانت في البيت تقدر تشوف كم المبيعات، او نظام مخزون تراقب فيه مشترياتك بحيث ان ابو علي ما يجمرك علبة شامبو كل ويكند لان الشامبو ناقص عندهم بالشقة. بسم الله هالشيء واللي أنا و3 شباب زي الورد لنا 2 سنين نطوره. نظام كاشير وسهل للمحلات الصغيرة والمتاجر، مو ب9000 و8000 ريال في السنة، لا ب99 ريال تدفع وانت مبسوط ومرتب كل أوضاعك، ويشمل كل الأشياء اللي ذكرناها من إنشاء موقع لك إلى بطاقات الولاء لعملائك. تواصل وازل باللي يحافظ على أمواسك.